السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ زهقتِ من تخريط الملوخية اللي وجع لنا دماغنا كلنا؟ تعالي أقول لِك على طريقة ولا تخريط ولا وجع دماغ، تجيبي الملوخية تقرطفيها وتغسليها كويس أوي زي ما هي بورقها كده، وتستني لمّا الورق يتصفى كده وينشف، ونرجع نفرّزه ونخزّنه زي ما هو نحطه في أكياس زي ما إحنا شايفينه كده متفرّز. نعمل إيه بقى؟ نجيب الشوربة بتاعتنا تغلي، نخلّيها تغلي كده ونقوم حاطين فيها الورق مفرّز زي ما هو يفُك. الكلام ده معقول يا سمر من غير كده ما نخرّطها؟ اشتري مني للآخر وشوفي شكل الملوخية هتطلع عاملة إزاي وخضارها عامل إزاي، هتطلع أحسن من أحسن مخرطة. يعني أنتِ فاكرة اللي بتاكليه في المطاعم ده بيقعدوا يخرّطوه لِك؟ لأ طبعًا، بيدّيكِ أحلى طبق ملوخية بالطريقة اللي باقول لِك عليها دي، تمام؟ طب أنا حطيت بقى في الشوربة رشة بسيطة أوي كربوناتو، رشة على حرف المعلقة كده كربوناتو علشان يخلّي لي الخضار بتاعها كده حلو وناصع كده، تمام. أسيبها بقى لمّا تبدأ تفور معايا وتغلي غلوة صغيرة كده، وأبدأ إيه، أطفي عليها. طب وبعدين بقى بعد ما تطفي عليها هتقولي إيه، هاقول لِك أنتِ مستعجلة ليه، قبل بس ما أقول لِك هنعمل إيه، اشتركتِ، حطيتِ الcomment، عملتِ لي like، يبقى مش هاقول لِك على حاجة. يالّا اعملوا الخطوات دي عشان نشوف الخطوة اللي بعدها هتعمل إيه، وهاقول لِك بقى على تكاية تانية كمان في الشوربة بتاعتها حطّي حتّة توم نيّة من غير ما تعمليها في الطشة علشان تفحفح ريحة الملوخية أكتر. شُفتِ كده وهُم داخلين علينا في المطاعم بطاسة الملوخية والطبق الملوخية الطاجن بيبقى ريحته عاملة إزاي ومفحفحة إزاي؟ علشان أصلًا الشوربة فيها توم، فيها حتّة توم كده نيّة هي اللي بتدّي الtaste بتاع الملوخية. يالّا سمّوا الله كده، بُصّوا بدأت إن هي خلاص هتفور معايا وهتغلي معايا، هنشوف بقى الخطوة اللي جاية هنعمل فيها إيه. الطريقة دي هتقعّد عندِك الملوخية من السنة للسنة، بييجي موسم كده الملوخية بتبقى رخيصة، أنا بصراحة مش عارفة في إمتى بالضبط بس أنا بالاقي كده في موسم تقريبًا في الشتا يعني، بتبقى الملوخية رخيصة، هاتيها بقى وخزّنيها وكمان لرمضان. هاتي بقى اعمليها بالطريقة دي، هاتي شوية ملوخية حلوين كده واعمليهم بالطريقة دي، وأي بقى مرّة تطلّعي كيس في كيس كده على طول ولا وجع دماغ ولا تخريط وقرطفة كل شوية، هو زي ما بيقولوا إيه، تعب ساعة ولا كُلّ ساعة. بُصّوا هي هنا خلاص بدأت إن هي هتغلي معايا، ما اسيبهاش تغلي أوي، أوي عشان ما تريّمش معانا وتعمل ريم كده ومَطّة مش حلوة، هي يا دوبك بس تاخد أول فورة دي أو أول غلوة دي واطفي عليها على طول وادخّلها بقى في التكاية بتاعتها. يا ستي عمّالين تقولي لنا التكاية هتعملي إيه في الآخر؟ هاقول لكم هاعمل إيه، بس لازم تشوفوا الفيديو بتاعي كامل، ماشي متفقين؟ ما تنسوش فيديو تفريزات رمضان هينزل قريب، وادي واحدة من اللي إحنا قُلنا عليها الملوخية. هناخد بقى الحلة كده زي ما هي وهي سخنة على الخلاط، الخلاط دي هتطلع وِحشة، طب شوفي هتطلع عاملة إزاي. ده شكلها بعد ما اتضربت في الخلاط، ما تفرّقهاش عن الملوخية اللي معمولة في المخرطة بالضبط، حاجة كده تحفة. بُصّوا خضارها بُصّوا عاملة إزاي، بسم الله ما شاء الله تحفة، لا ساقطة ولا مريّمة ولا ما فيهاش الشدة بتاعتها دي، بُصّوا عاملة إزاي، تحفة زي بتاعة المطاعم بالضبط. أهو بُصّوا ولا ناعمة أوي، أهم حاجة تضربيها على أقل درجة في الخلاط، يعني مش عصير ماشي، عشان ما نعلّيش عليها الخلاط أوي، أقل درجة في الخلاط اعمليها على رقم 1 بقى، أو لو عندِك الخلاط اللي هو مثلًا سرعات، فدي بقى الخلطة بتاعتنا حتّة زبدة صفرا مع تومة، وهننزل عليها بالكزبرة، وهنحط بقى الطشة بتاعتنا تفحفح الملوخية أكتر. الملوخية دي عشق بقى مع شوية بتنجان مخلل كده جنبها، يا سلام بالدنيا وما فيها، ومش عايزة جنبها ولا لحمة ولا فراخ، هو حلو أوي، هاتوا لي طبق الملوخية وجنبه بتنجان مخلل وعيش، بس شكرًا، مش عايزة أي حاجة تانية. هاوريكم بقى كمان لمّا بانزّل الطشة، أدي الطشة بتاعتي أهي، مش هاعملها أوي، مش هاحروقها أوي، يا دوب تاخد بس التحميرة، وهاوريكم بقى وأنا بانزّل الطشة مَطّة الملوخية عاملة إزاي وشكلها عامل إزاي، ولا تقولوا لي بقى دي سقطت، ولا تقولوا لي دي ممخّطة، ولا هتدوقوا أحلى طعم ملوخية زي ما بيعملوها قصادِك كده في المطاعم. أنا هاعمل لكم بطريقة الطاسة كده، مش بيفضلوا يحطوها في الطاسة ويشيلوها وينزّلوها تاني قدّامِك تاني.
أنا هاوريها لِك يا ستي علشان يبقى الفيصل ما بيني وما بينِك شكل طبق الملوخية، وهتدوقيها وهتكتبي لي في التعليقات تسلم إيدِك يا سمر والله ريحتينا من التخريط والقرطفة ووجع الدماغ، والهيصة اللي بتعملها لنا التخريط والمخرطة، هتدوقي بقى أحلى طعم ملوخية زي المطاعم بالضبط. بس إحنا بنشتري طبق طاجن قد كده بكام؟ بُصّي هتعملي مولد بقى ملوخية، بُصّوا الله أكبر، ما شاء الله بُصّوا، عشان هُم بيفضلوا يعملوا كده بقى في المطاعم وينزّلوها ويعملوها لِك كده، بُصّي شكل الملوخية وهي بتنزل ما شاء الله عاملة إزاي، تحفة. جرّبيها وسيبي لي دعوة حلوة في الكومنتات في الأيام المفترجة دي. خلاص إحنا داخلين على شهر رجب وهنبدأ تفريزات رمضان، تابعوني. وده كان شكل الملوخية النهائي، أحلى طبق ملوخية هتاكليه بطريقة مطبخ سمر. نورتوني في قناتي ويا رب دايمًا عند حسن ظنكم، ومستنية تعليقاتكم ولايكاتكم.